السيناريو المثير الذي شهدته مناطق الشمال وبشكل خاص مدينة الفنيدق إبان محاولات الهجرة الجماعية نحو ثغر سبتة المحتل في 15 من شتنبر الجاري، التي لاقت ترويجا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي. يبدو أن دعوات إعادة الكرة مرة أخرى يوم غد الاثنين 30 من شتنبر فشلت قبل أن تبدأ. ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هيسبريس الإلكترونية من مصادر مسؤولة بمدينة الفنيدق اليوم الأحد، فإن السلطات الأمنية ومختلف المتدخلين أجروا الترتيبات الضرورية استعدادا لمواجهة أي مستجد أو طارئ في الميدان. وأضافت المصادر ذاتها التي لم ترغب في كشف هويتها لأنه غير مخول لها الحديث إلى الصحافة أن المحاولة الجديدة التي يجري الحديث عن تنفيذها يوم 30 من شتنبر لم تلمس السلطات أي مؤشرات عنها إلى حد الآن، مرجحة ألا تشهد المنطقة أي عمل مشابه لما حدث في 15 من شتنبر. وأكدت المصادر ذاتها أن السلطات لم تسجل أي حركة غير عادية على الطرقات أو في الغابات الممتدة في الجهة، معتبرة أن الاعتقالات التي طالت مروجي الدعوات السابقة الذين غرروا بالشباب والقاصرين عبر نشر الأكاذيب حدت من الترويج للحملة الجديدة. وجددت المصادر التأكيد في اتصالات مع هيسبريس أن السلطات لم ترصد أي تحركات على امتداد الطرقات والمحاور المؤدية إلى مدينة الفنيدق حتى اليوم الأحد. واعتبرت أن التوقيفات والمتابعات التي جرت في حق المتورطين في الترويج للعملية السابقة ساهمت في الحد من الترويج للدعوة الجديدة. وسجلت مصادر هيسبريس وعي الأسر والشباب بأن الهجرة الجماعية ليوم 15 من شتنبر كانت مجرد عملية تغرير وتزييف أسقطت في فخها الشباب والقاصرين الذين قصدوا مدينة الفنيدق دون أن يحققوا أي شيء. ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن الرقابة الأمنية بمدينة الفنيدق والمحيط المجاور لها ستبقى مشددة بشكل دائم، مؤكدة أن ما جرى في 15 من شتنبر لن يتكرر بأي شكل من الأشكال. يشار إلى أن محاولة الهجرة الجماعية السابقة نحو سبت المحتلة عبر مدينة الفنيدق عرفت توافد آلاف الشباب والقاصرين على المدينة والمناطق المجاورة، واستدعت تعبئة أمنية استثنائية أسفرت عن توقيف 4555 مهاجرا غير قانوني خلال الحملة التي قادتها السلطات ما بين 11 و16 من شتنبر الجاري. وسجلت السلطات أن الراغبين في الهجرة السرية صوب سبتة المحتلة الموقوفين يتوزعون بين 3795 مغربيا بالغا و141 مغربيا قاصرا و919 أجنبيا، ضمنهم 164 يحملون الجنسية الجزائرية و218 ينحدرون من دول جنوب الصحراء و37 جنسيات أخرى تونسية وآسيوية. كما رصدت السلطات في المحاولة السابقة تنظيم 6 محاولات للتسلل في الفترة ذاتها نحو الثغر المحتل، بحيث تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 70 شخصا محرضا على الهجرة من دول جنوب الصحراء وجزائريين سيمثلون أمام العدالة، فيما تم عزل البقية واعتراض راغبين في الهجرة بمدن أخرى.